الفيديو ده عن اهم مبدأ موجود في الحياة، وبالرغم من اهميته الا ان معظم الناس مش فاهماه. مبدأ بيحكم كل حاجة في الكون، من اصغر ذرة حواليك لحد اضخم جسم موجود في الفضاء. مبدأ بيكلمك عن اول لحظة في بداية عمر الكون، وبيحكي لك كمان كل مرحلة من مراحل تطوره، وفي الاخر هيوصلك لنهايته الحتمية. مبدأ بيحدد اتجاه الزمن، ومن غيره الماضي والمستقبل ما يبقوش ليهم معنى، ويمكن كمان هو السبب في ان الحياة نفسها تبقى موجودة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الباشمهندس. إيه ده، ازيك، عامل إيه، وحشتني. إيه يا عم الغيبة الطويلة دي كلها؟ اوعى تكون نسيتنا، ازعل منك. طمني عليك، مين بيفهمك؟ لا والله، بس أنا مش هغيب عليك كده تاني. وبالمناسبة السعيدة دي بقى أنا عايز أسألك سؤال وفكر فيه على مهلك. هو كوكب الأرض بتاعنا بياخد إيه من الشمس؟ طاقة، ضوء، حرارة. طب اسهلها عليك شوية، تفتكر كوكب الأرض بيرجع قد إيه من الطاقة دي للفضاء؟ ربعها ولا نصها ولا ما بيرجعش حاجة خالص؟ طب تاخد مني أنا بقى التصريح ده على مسؤوليتي الشخصية. كوكب الأرض بيرجع 100% من الطاقة اللي بياخدها من الشمس للفضاء وما بياخدش منها أي حاجة. يا جدع أنت راجع نفسك وفوق اللي أنت بتقوله. إزاي يعني الكوكب كله ما بياخدش طاقة؟ أمال البناء الضوئي بتاع النباتات وألواح الطاقة الشمسية والشمس اللي نازلة فوق دماغي دي إيه؟ جرافيك؟ للأسف هي دي الحقيقة. الشمس مش بتدي كوكب الأرض طاقة، هي بتديله حاجة أهم من الطاقة، الانتروبي. القصة كلها بدأت يوم 31 مارس 1814 وتحديدا في باريس. ساعتها أوروبا كلها قررت تتحالف عشان تقضي على نابليون بونابرت، ومع إن الفرنسيين موتوا نفسهم في الدفاع عن أرضهم بس الموضوع كان كبير عليهم وخسروا باريس في نفس اليوم. ومن ضمن الجنود دول كان في شاب عشريني اسمه سادي كارنو. خليني أقول لك يا صديقي إن الحرب في أوروبا ساعتها ما كانتش حرب قوة على قد ما هي حرب طاقة. اللي هيقدر يحول طاقة أكتر هيقدر يحرك معدات اكتر واتقل، وبالتالي يقدر يكسب الحرب بسهوله. في الوقت ده كان الترند هو المحركات البخاريه، وبعد خساره باريس سادي قرر انه يسافر لابوه اللي كان بالصدفه عالم رياضيات وفيزياء، وبالصدفه برضه كان من قاده نابليون المختصين بتطوير المحركات البخاريه اللي احنا لسه قايلين عليها. سادي بقى لما قعد مع ابوه قرر ان هو يفهم منه ايه فكره المحركات دي، وقرر انه يطور المحرك ده ويرجع المجد من تاني لفرنسا. في الوقت ده كان احسن محرك يا دوب بيحول 3% من الطاقة الحرارية اللي بتجيله لطاقة حركة. يعني الفكرة كانت موجودة، بس الصايع بقى اللي يقدر انه يعلي كفاءة المحرك ده ويخليه يطلع طاقة اكتر. بس خليني بس الاول افهمك ازاي المحركات دي بتشتغل. المحرك ده عبارة عن اسطوانة مليانة هواء. الاسطوانة دي جواها مكبس متوصل بترس بيحول حركة المكبس دي لدوران. الفكرة بقى ان انا اخلي المكبس ده يفضل يطلع وينزل عن طريق الهواء اللي جوه، ولما المكبس يطلع وينزل العجلة هتلف فتشغل المكنة اللي المحرك ده متوصلة بيه. يبقى تاني عشان ما تتوهش مني، احنا بنلعب في درجة حرارة الهواء اللي جوه، فبالتالي نغير في الضغط بتاعه ونخليه يطلع وينزل في المكبس اللي بيدور وبيبدأ انه يحرك الترس فالمكنة تشتغل. فهمنا لحد كده؟ حلو قوي. نبدأ بقى نفكر ازاي هنغير درجة حرارة الهواء اللي جوه. الفكرة ببساطة اني هوصل قضيب سخن على الهواء اللي جوه الاسطوانة، فالحرارة تتنقل للهواء اللي جوه وطاقته تزيد، ويبدأ يزق المكبس لفوق علشان يوازن درجة الحرارة، وبعديها اشيل القضيب السخن. الهواء بقى هيفضل يرفع في المكبس لحد ما درجة حرارة الهواء تقل، وبعدين احط قضيب بارد مكان السخن، فالمكبس يزق الهواء اللي جوه الاسطوانه ويعلي درجه حرارته، ودرجه الحراره دي تتنقل للقضيب البارد، وبعديها اشيل القضيب والمكبس هيفضل يضغط في الهواء لحد بقى اما درجه حرارته توصل للحاله الاولى ويلف بينا يا دنيا. وبكده المكبس يفضل رايح جاي والعجله تفضل تلف. ومع ان المحرك ده في وقتها كان اختراع عبقري، بس المشكله ان عيوبه كانت كتير، لان انت عمرك ما هتعرف تعمل محرك توصل كفاءته ل 100%. يعني عمرك ما هتديله 100% حراره يديك 100% حركه. وده بقى الاسباب كتير جدا، زي ان مثلا درجه حراره القضيب السخن والبارد مش مثاليه، ده غير بقى ان في طاقه حراريه بتتسرب لبره الاسطوانه وطاقه حركيه بتروح في الاحتكاك. خليني اقول لك ان احسن محرك حراري لو اديته 100 جول من الطاقه الحراريه هيديني 20 جول من الطاقه الحركيه بس. يعني كفاءه المحركات دي بتوصل ل 20% بس. اسمع بقى واحد بيقول لي هو مش قانون بقاء الطاقه بيقول لك ان الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من عدم؟ يبقى ازاي بقى اديله 100 واخد منه بس 20؟ انت بتلعب في اساسيات الفيزياء هندسه.
مثلا. يسا الساده بالله بس محدش قال كده والله. انا فعلا استفدت من 20% بس من الطاقه اللي انا اديتها له، بس ده مش معناه ان باقي الطاقه راحت في الهواء، هي بس ملهاش لازمه فاترمت في الزباله، اللي ضاع كاحتكاك واللي اترمى كدرجه حراره في الهواء وهكذا. وده معناه ان مجموع الطاقه ما قلش، ولكنها بقت اقل فايده واكثر عشوائيه. شفت بقى الكلمتين اللي انا لسه قايلهم حالا دول؟ هم دول قوانين الديناميكا الحراريه. واحد، ان الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من عدم. اتنين، ان الطاقه دايما بتميل انها تبقى اكثر عشوائيه، هي مش هتفضل مركزه في مكانها، هي عايزه تجري من هنا وتروح هنا، هي هتفضل دايما تتحرك عشان تبقى اكتر عشوائيه. وعشوائيه الطاقه دي هي اللي بنعبر عنها بالانتروبي، وعلشان كده تلاقيهم دايما بيقولوا لك ان الانتروبي في زياده مستمره. بس السؤال بقى، هو ليه الطاقه دايما بتميل انها تبقى اكتر عشوائيه؟ لو بصيت حواليك هتلاقي ان هو ده اصلا حال الطبيعه. الحراره بتنتشر بسرعه وبتتحرك من السخن للبارد، الغاز بينتشر عشان يملى الفراغ، وكأن مع مرور الوقت كل حاجه بتميل للعشوائيه اكتر بالنظام. بس ليه اصلا هو ده دايما اللي بيحصل؟ يعني ليه لما بحط تلجه جوه ميه سخنه التلجه هي اللي بتسخن وتسيح والميه بتبرد اكتر؟ ليه مش العكس؟ يعني ليه التلجه ما تبردش اكتر والميه ما تسخنش اكتر؟ وهل ده اصلا ممكن يحصل؟ الاجابه انه ممكن العكس يحصل. بس عشان اجاوبك على السؤال ده لازم افهمك معلومه مهمه جدا عن الذره. لو بصيت على اي ذره هتكتشف ان هي بتهتز اكتر كل ما كان فيها طاقه اعلى، وكل ما تهتز اكتر كل ما درجه حرارتها تعلى. يعني انت لما بتتلسع من جسم سخن مش بتتلسع بسبب درجه حرارتها زي ما كنا متخيلين، لا انت بتتلسع بسبب ان ايدك بتبقى تعرضت لاهتزازات عنيفه جدا من ذرات الجسم السخن، والاهتزازات دي بقى بتاذي خلايا جسمك وعشان كده بتحس انك اتلسعت. وبما ان الاهتزازات دي هي طاقه حركيه في الاساس، يبقى احنا كده نقدر نقول ان الطاقه الحراريه ما هي الا انعكاس للطاقه الحركيه اللي بتهتز بيها الذرات. فهمت الكلمتين دول؟ انت كده راجل بتفهم فيزياء. تعالى بقى نعلى بالليفل شويه وافهمك اصعب مبدا في الفيزياء كلها اللي هو الانتروبي. وزي ما احنا متعودين تعالى في الاول نبدا بمثال بسيط. تخيل ان انا عندي جسمين، كل جسم فيه 8 ذرات بس، وكل ذره بتهتز على حسب الطاقه اللي فيها زي ما اتفقنا. الجسم اللي على الشمال هنديله 7 اجزاء من الطاقه، والجسم اللي على اليمين هنديله 3 اجزاء بس من الطاقه. كده اللي على الشمال هو اللي هيبقى فيه طاقه اكتر وبالتالي هو الجسم السخن، واللي على اليمين هو اللي فيه طاقه اقل وبالتالي هو الجسم البارد. متفقين لحد كده؟ لو بصيت على الجسم الشمال هتلاقي اجزاء الطاقه اللي فيه مش ثابته، بتفضل تتحرك من ذره لذره، وده بسبب الاهتزازات اللي بتحصل في الذرات. بس في الاول وفي الاخر المجموع بتاعهم هيفضل 7 طول ما مفيش اي مؤثرات خارجيه. وهو ده قانون بقاء الطاقه، ان الطاقه بتفضل تتحرك من مكان لمكان بصور مختلفه، بس هتفضل زي ما هي قيمه ثابته ما بتتغيرش. انما بقى لو حطينا الجسمين دول جنب بعض فهتلاقي ان اجزاء الطاقه دي بدات تتحرك عادي جدا ما بين الجسمين، وطبعا مفيش حاجه تمنع ان اجزاء الطاقه دي تتحرك باي طريقه معينه. يعني من الاخر كده الطاقه هتتحرك ما بين الجسمين كانهم جسم واحد، فمفيش حاجه هتوجه الطاقه دي وتقول لها مثلا اتحركي من الجسم السخن للجسم البارد او العكس، لا هي هتتحرك بشكل عشوائي، وبالتالي كل حاله من الحالات اللي قدامك دي ليها نفس احتماليه الحدوث. طب معلش بس اقف لي هنا كده. في الحاله دي لو بصيت على الجسم الشمال هتلاقي ان بقى فيه 9 اجزاء من الطاقه، ولو بصيت على اليمين هتلاقي ان بقى له جزء واحد بس، وده معناه ان الطاقه اتنقلت من الجسم البارد للجسم السخن. الله 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 الله. يعني انا ممكن لما احط جسم بارد مع جسم سخن الاقي البارد بقى ابرد والسخن بقى اسخن؟ عادي، مش حاجه مستحيله يعني. بس خد بالك انت كده مش مركز معايا، لان انا قلت لك جمله كده في وسط الكلام مهمه جدا. قلت لك ان حركه اجزاء الطاقه دي بتحصل بشكل عشوائي، يعني الموضوع قلب احتمالات. لو بصيت على احتماليه ان اجزاء الطاقه تتوزع بالمنظر ده هتلاقيها اقل بكتير جدا من ان هي مثلا تتوزع بالتساوي. واحد يقول لي ماشي، بس برضه لسه في احتمال ان الطاقه تتنقل من البارد للسخن، حتى لو الاحتمال ده ضعيف بس يظل احتمال موجود. كلام سليم جدا، بس ده بقى في حاله ان انت عندك جسمين فيهم 8 ذرات بس. طب ما تيجي نزود عدد الذرات ونخلي معانا كمان 100 جزء من الطاقه، 70 شمال و30 يمين. هتلاقي ان احتماليه ان اجزاء الطاقه تروح من اليمين للشمال بقت اقل بكتير. وخد بالك بقى ان انت لما تنزل على ارض الواقع هتلاقي ان عدد الذرات اللي ممكن تبقى موجوده في جسم صلب هي التريليونات من الذرات. خد بالك صعبه دي على فكره، مش 100 ذره بقى، انا كنت بقول لك بس مثال ال 100 ذره دول عشان ابسط لك الدنيا. وبالتالي كل ما تزود عدد الذرات عشان توصلهم اكتر للشكل الواقعي هتكتشف ان احتماليه ان الطاقه تتنقل بحيث ان الجسم البارد يبقى بارد اكتر والسخن يبقى سخن اكتر هي تقريبا صفر، وان اللي هيحصل بنسبه 99.9 كتير جدا لحد ما لا نهايه ان الطاقه هتتوزع ما بينهم بالتساوي. الموضوع بالظبط شبه مكعب روبيك، هو دلوقتي سليم ومظبوط، لكن لو انا غمضت عيني وقعدت اغير فيه بالمنظر ده بشكل عشوائي فانت مستحيل تلاقيه لما فتح عيني بنفس المنظر اللي انا لقيته بيه قبل كده، لان حاله ان هو يبقى مترتب وسليم هي حاله وحيده في وسط التريليونات من الحالات التانيه. وبالتالي
وبالتالي بعد ما انا اقعد ان انا اغير في شكله، نسبه ان انا ارجعه سليم تاني هي نسبه 0%. وعلشان كده بقى لما بنحط جسم سخن جنب جسم بارد، فالاكثر احتمالا ان درجه الحراره هتتنقل من الجسم السخن للجسم البارد، وده لان الطاقه بتميل انها تتنقل من المكان اللي فيه طاقه للمكان اللي ما فيهوش طاقه علشان تبقى اكثر عشوائيه، وده اللي هيخلي الانتروبي يفضل يزيد الى ما لا نهايه. اسمع بقى واحد بيقول لي بس انت كل الكلام اللي انت بتقوله ده هكس، احنا عندنا تكييف في البيت بيخلي الاوضه السخنه بتبقى ساقعه، وده معناه ان الانتروبي بتقل في الاوضه. طب ما الانتروبي بيقل اهو. طب اقول لك على حاجه، حط ايدك كده على ظهر التكييف من ورا هتلاقيه سخن مولع، وده لان التكييف عشان يقلل الانتروبي عندك جوه الاوضه زود الانتروبي اضعاف بره الاوضه، وبالتالي اجمالي الانتروبي زاد ما قلش. وده اللي يخلينا نجاوب على السؤال اللي احنا سالناه في اول الحلقه لو لسه فاكره، هو كوكب الارض بياخد ايه من الشمس؟ الشمس بتدي لكوكب الارض طاقه مركزه جدا، والانتروبي بتاعها او العشوائيه بتاعتها قليله جدا، فالنباتات مثلا تاخد الطاقه دي وتستعملها في عمليه البناء الضوئي عشان تنمو بيها، والحيوانات تاكل النباتات علشان تعمل بيها طاقه تتحرك بيها علشان يجي حيوان تاني يتغذى على نفس الحيوان ده، وهكذا. وبنفس الطريقه تفضل الطاقه تتنقل من مكان لمكان بصوره اكثر عشوائيه وانتروبي اعلى. وعلشان الارض هو نظام مفتوح فهي بترجع كل الطاقه العشوائيه اللي ملهاش اي استخدام دي تاني للفضاء. يعني من الاخر كده هي بتاخد طاقه مركزه من الشمس تعمل بيها اللي هي عايزاه وبعد كده ترميها، وعلشان كده كل فوتون طاقته مركزه بتاخده الارض من الشمس بتنشره في الفضاء على هيئه 20 فوتون طاقتهم قليله. وبالتالي لو في قانون واحد نقدر نعبر بيه عن الكون بتاعنا هو ان بمرور الوقت الانتروبي هيفضل في زياده مستمره. وده بقى اللي خلى الناس تفكر ان احنا لو رجعنا بالزمن فاكيد الانتروبي بتاع امبارح اقل من دلوقتي، وكل ما هنرجع اكتر هنلاقي ان الطاقه بقت مركزه اكتر. وده معناه ان احنا لو رجعنا لبدايه الكون لما كانت الانتروبي اقل حاجه ممكنه، فالمفروض انك تلاقي ان كل الطاقه اللي موجوده في الكون اللي احنا شايفينه ده كانت مركزه في حته صغيره جدا، وبعد كده انفجرت والطاقه انتشرت في الكون كله. وده اللي خلى ناس كتير تصدق في فرضيه البيج بانج او الانفجار العظيم. بس انا برضو مش عايزك تقعد تفكر في الماضي وتنسى المستقبل. يا عم المستقبل بيد الله، انت هتشيلنا الهم ليه؟ لا انا مش قصدي مستقبلك انت، انا قصدي مستقبل الكون. الفكره ان الانتروبي طول ما هو ما بيزيد طول ما في زمن شغال، يعني كل ما يكون عندنا طاقه مركزه وبقت اكثر عشوائيه كل ما سهم الزمن عمال يعدي عادي جدا. المشكله بقى تحصل لو الانتروبي وصل لاعلى ليفل فيه وكل الطاقه اللي حوالينا بقت عشوائيه، وساعتها بقى مش هيبقى في حاجه اسمها زمن، الماضي هيبقى زي الحاضر هيبقى زي المستقبل، كل حاجه هتبقى عشوائيه في عشوائيه. وده اللي العلماء بيسموه الموت الحراري للكون. بس في وسط كل ده نلاقي بصيص من الامل وهي الثقوب السوداء. لو انت رحت ثقب اسود هتكتشف ان هو بيبلع اي حاجه بتقرب منه، نجوم بقى، كواكب، انت شخصيا لو رحت هناك هتتبلع، وده بسبب جاذبيه الثقب الاسود المهوله. وده معناه ان الثقب الاسود ده كل ما بيبلع جسم كل ما بيبلع الطاقه اللي جواه، وبالتالي بيبلع الانتروبي اللي موجود جواه. وده معناه ان كل ما الثقب الاسود عمال يبلع اجسام اكتر كل ما بيبلع انتروبي اكتر، كل ما مجموع الانتروبي اللي موجود في الكون حوالينا عمال يقل. واحنا عارفين ان كل ما الوقت ما بيعدي كل ما الانتروبي ما بيزيد، وده معناه ان انا لو عرفت اقلل الانتروبي كده انا هعرف ارجع بالزمن. وده بقى كان من ضمن الحاجات اللي كانت مخليه الناس متخيله ان الثقوب السوداء هي بوابات زمنيه، وده طبعا بغض النظر عن النظريه النسبيه. والاعتقاد ده فضل ثابت لحد ما جه ستيفن هوكينج قدر يثبت ان الثقب الاسود نفسه ليه درجه حراره وبيقدر يطلع اشعاع بالرغم من ان هو ثقب اسود، وسمى الاشعاع ده باشعاع هوكينج. وبما ان الثقب الاسود ده ليه درجه حراره يبقى هو ليه انتروبي، وده معناه ان كل ما الثقب الاسود بيبلع جسم كل ما الثقب الاسود الانتروبي بتاعه نفسه هيزيد برضه. طب تاخد التقيله بقى، الثقوب السوداء دي هي اكتر الاجسام اللي الانتروبي بتاعها عالي في الكون كله، يعني غصب عن عين التخين الانتروبي هيفضل يزيد والوقت هيفضل يعدي والكون هينتهي. من وجهة نظري الشخصية فلو في حاجة واحدة بس نقدر نعبر بيها عن كل حاجة في الكون حوالينا فهو ببساطة الانتروبي. الانتروبي هو الواقع، واقع ان الوقت مش هيقف ولا هيرجع لورا، وان احتمالية رجوعنا بالزمن هي نفس احتمالية ان الطاقة تتنقل من الجسم البارد للجسم السخن 0%. حتى الزمن نفسه هيقف في وقت من الاوقات، ومع ان دي حاجة اصلا صعب ان الانسان يتخيلها وممكن الكلام ده يحصل بعد وقت طويل جدا، بس دي علامة بتقولك ان حتى الكون اللي احنا عايشين فيه ده مش شيء خالد، واحنا بقى مفيش في ايدينا حاجه نعملها غير ان احنا ندعي ربنا ان احنا نكون في الجنه ساعتها. وطبعا بقى انا مش محتاج اقول لك انك علشان تفضل فاهم كل حاجه لازم تعمل حاجتين، تدوس على اللايك وتشترك في القناه، ولحد ما اشوفك تاني خليك دايما فاكر ان انت فاهمان.